السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم طلاب الاعزاء، طلاب سكندري 1. اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم مستر محمد جمال، والنهارده ان شاء الله عندنا الجبرا ليسون 4 اللي هو الديترمنز. يلا بينا. ليسون 4 بنتكلم فيه عن حاجه اسمها ديترمنت. ايه هي الديترمنت دي وازاي بنحلها؟ تعال نشوف عامله ايه. الديترمنت دي ده الدرس اللي بعد الماتريسيز. طب فخلي بالك ان الماتريسيز كان البراكت بتاعها كان بيكون عامل كده، عامل زي البراكت، زي القوس كده العادي. اما الديترمنت بيكون اللاين عامل زي الابسوليوت فاليو لو انتوا فاكرين كده. فانا لو عندي ال A ايكوال مثلا 3 5 7 2 ده بنسميه ماتريسيز. ماشي. طيب الماتريسيز دي بنفكها ازاي، او how to find the value of matrices؟ ازاي بتجيب الفاليو بتاعتها؟ قال لك سهل جدا. كل اللي بتعملوه يا جماعه ان انت بتعملي كروس كده. ابدا من اول حاجه من ال 3 دي واخدها تايم ال 2 اللي تحت ماينس العكس 7 باي 5. يعني اعمل 3 باي 2 يطلع معاك 6، واعمل 5 باي 7 يطلع معاك 35 بس، واعملها على كده يطلع معاك نيجاتيف 29 بس. لو انا عندي ماتريسي سوري، عندك ثانيه ديترمنت كمان زي مثلا 3 5 2 او خليها مش على معلق على الارقام دي ليه؟ لو انا عندي مثلا 4 و3 و9 و7، خلي ده مثلا 2. يلا اعمل ايه؟ قلنا هنعمل كروس مالتيبيكيشن. اخد ال 4 دي تايمز 7، 4 باي 7، واعملها اعملها 4 باي 7 على طول 28 ماينس 3 باي 2 او 2 باي 3 يطلع معاك 6، واعملها على الكالكوليتر يطلع معاك 28 يطلع معاك 22. خلصت. ده كده فك الديترمنت. لو انت معاك واحده رخمه شويه زي دي عادي خالص. ايه يا مستر ده؟ ايه اللي دخل الساين والكوزاين في الديترمنت؟ ساين وكوزاين ده تريج، ايه اللي دخله في الديترمنت؟ عادي مفيش مشكله. ممكن دي بقى الحاجات الصعبه او الرخمه او اللي فيها تريكات، ان انت تتخض اصلا انا في الالجبرا ايه اللي دخلني تريج، فهو جايب لك ميكس كده من الاثنين. بس عادي نفس الطريقه عادي. تعال نفكها. المثل قال بنفك الديترمنت ازاي؟ بعمل كروس مقص ده تايم ده ماينس ده تايم ده. يلا ساين باي ساين يطلع معاك ساين باور 2 سيتا ماينس هات الكوزاين تايم نيجاتيف كوزاين. كوزاين تايم نيجاتيف كوزاين بنيجاتيف، وكوزاين تايم كوزاين بكوزاين باور 2 سيتا. خلي بالك ان النيجاتيف باي نيجاتيف بتتحول تبقى بوزيتيف، يبقى الاثنين دول هيبقوا ايه يا جماعه؟ هيبقوا بوزيتيف. فيبقى بوزيتيف كوزاين باور 2 سيتا. ساين سيتا بلس كوزاين سيتا ده رول بقى، رول التريج بقى، ده الرول الاساسي اللي هو ساين باور 2 بلس كوزاين باور 2 ايكوال مين؟ ايكوال 1. وبكده كان خلاص تكون خلصت. ماشي. طيب كلام جميل جدا. تعال نشوف مسألة كمان او فكرة كمان عاملة ازاي. لو انا جبت لك مثلا ديترمن تانية زي دي، قلت لك مثلا في ديترمن كده x و10 و6 و3، وقلت لك الفاليو بتاع الديترمن دي 9. يعني من الاخر كده يا جماعه هو مديك الايه؟ مديك الاجابه. مديك الاجابه ب 9 اهي، مديني الانسر بتاعتها 9، وانا عايز اجيب الفاليو بتاعت الاكس دي بكام. بالعقل كده هتعمل ايه؟ واحد يقول لي مثلا عادي هفك الديترمنت دي واسويها ب 9 بس واحلها ايكويشن عبيطه قوي. يعني اكس باي 3 3 اكس ماينس 6 باي 6 باي 10 6 باي 10 60 بس كده. واسيب ال 9 بره زي ما هي بس، وادي ال 6 دي هناك نيجاتيف واديها هناك بوزيتيف. يبقى 3 اكس ايكوال مين؟ ايكوال 60، ودي 9 او 9 بلس 60. 9 بلس 60، لان ال 6 دي كانت نيجاتيف راحت بوزيتيف. 9 و6 انت معاك 69 بس كده. ودي 3 اكس، ال 3 تايم هتروح بالديفايدد يبقى الاكس بكام؟ ب 23 بس. يبقى انت فكيت الديترمن عادي خالص، عملت الكروس عادي خالص. 3 باي اكس 3 اكس 6 باي 10 60 ايكوال 9، وحلتها ايكويشن بس. يبقى دي كده فكت الديترمن اللي هي بنقول عليها سكوير اللي هي 2 باي 2. طيب لو انا بقى جه عندي حاجه ثانيه، في مساله كمان واحده برضه فيها تريج بالمره، فيها تريكايه برضه تريج اهي. تعال نحلها، تعال نحل الحاجات اللي هي الميكس ما بين الايه الالجبرا والتريج دي بتكون حلوه. طيب يلا حد يقول لي هنحل دي ازاي. اول حاجه انا عندي السؤال اهو هكتبه لك هنا فوق. تان السيتا، وده كوزاين السيتا، وده كوزاين السيتا، وده كوتان السيتا. كل ده بكام؟ كل ده ايكوال 3 اوفر 4. طيب كل اللي اعمله هعمل ايه يا شباب؟ نفس الفك عادي خالص. مثلا هي ايه الفرق؟ يعني مفيش حاجه جديده. هتعمل ده تايم ده ماينس ده تايم ده، هي شكلها يخض بس.
فاقول له تان اكس باي كوتان اكس، يبقى تان سيتا تايم كوتان السيتا ماينس كوزاين باي كوزاين، كوزاين تايم كوزاين كوزاين سيتا كوزاين سيتا. كل ده الاجابه بتاعته بكام؟ المفروض تطلع اجابته ب 3 كوارتر اهي 3 اوفر 4. واللي معايا ماشي. انا عندي دلوقتي ادي الكوتان دي عباره عن ايه؟ واحد يقول لي الكوتان دي يا مستر ده عباره عن واحده عتان. يعني انا اشيل الكوتان واعملها 1 اوفر التان. مقلوب الكوتان واحده عتان. طيب وده يا مستر كوزاين باي كوزاين، يعني كوزاين باور 2. بس كده ماشي. طب بص بقى، شايف التاني اللي فوق دي؟ هتطير مع التاني اللي تحت. ايه ده اتبقى ايه كده يا مستر؟ اتبقى 1. فاتبقى 1 ماينس كوزاين باور 2 سيتا. 1 ماينس 1 ماينس كوزاين باور 2 سيتا ايكوال كام؟ ايكوال 3 كوارت. طب حلو الكلام. طب مش 1 ماينس كوزاين ده يا مستر ده رول؟ ده كان رول ايه؟ رول الساين. ده ليه بقى؟ ما احنا كنا واخدين رول اللي هو ساين باور 2 بلس كوزاين باور 2 ايكوال 1 صح؟ فبالتالي اكنك وديت الكوزاين دي هناك بالنيجاتيف. ايوه فبقى الساين، يبقى ده كله بساين باور 2 سيتا. ده رول احنا حافظينه ايكوال 3 كوارت. بعدين بقى هتعمل ايه؟ انت خلي بالك ان انت عندك هنا باور 2. خلي بالك ان انت عندك باور 2، فالمفروض اشيل الباور 2 واعمل روت، والروت بيبقى فيه اجابتين بوزيتيف ونيجاتيف. فمره الساين سيتا ايكوال، يلا اعمل لي بقى روت 3 على 4 يطلع معاك روت 3 على 4، يبقى روت 3 اوفر 2 بوزيتيف اور نيجاتيف. مره اشتغل بساين سيتا ايكوال روت 3 اوفر 2، مره اشتغل بساين سيتا ايكوال مين؟ ايكوال نيجاتيف روت 3 اوفر 2. دي بص بقى ايه دي صعوبتها، ان هو مدخل الجبرا في التريج. يعني احنا بصوا لو انتوا خدتوا بالكم انا عملت ايه؟ فكيت الديترمن بالالجبرا وبحل دلوقتي كلها مساله تريج عاديه خالص. طيب خلي بالك هو مديك كونديشن هنا ان لازم الانجل تكون من الزيرو لل 90، معنى كده ان هو بوزيتيف. من 0 ل 90 يبقى في الفيرست كواد فهي بتكون بوزيتيف، خلاص سيبك من النيجاتيف دي ريفيوزد. خليك شغال عادي. شيفت ساين بقى، شيفت ساين روت 3 على 2 تطلع ستيب كام؟ ب 60. يا بص الكلام ده ايه اللي دخلنا في التريج ده؟ احنا خدنا اول بارت حاجه بسيطه كده، هتحلي لي عليها اكسرسايز 1 و2 في الكلاس ورك ده، كلاس ورك 4. يلا كده نفترض ان انتوا حليتوا الاكسرسايز ده، انا حله وانت كوريكت معايا كده في الاخر. هنا بيقول لك عايز اجيب الفاليو بتاعه الديترمن دي، هعمل ايه؟ اول حاجه هعملها ان انت تفك الديترمن عادي خالص، يعني اقول له الديترمن بتاع الاي ايكوال فك يلا 4 باي 9 36 ماينس 3 باي 6 كام؟ 3 باي 6 80، واعمل 36 ماينس 18 ايكواليتي عبط. طيب دي بقى دي هتفكها عادي، هتعمل كروس برضه نفس الكلام، اكس باي اكس عادي اكس باور 2 ماينس اكس باي 12 36 وايكوال كام؟ هو قايل لك الاجابه يطلع معاك ايكوال 0. ماشي بس حلها ايكويشن بقى، النيجاتيف 36 تروح هناك بوزيتيف 36، يبقى اكس باور 2 ايكوال كام؟ 36 بوزيتيف. شيل الباور 2 حط روت، ما تنساش تحط قبل الروت بوزيتيف اور نيجاتيف، ويطلع الاكس معاك ايه؟ بوزيتيف اور نيجاتيف 6. بوزيتيف اور نيجاتيف 6. كلام جميل. نيجي بقى نشوف حاجه ثانيه، او الحته اللي عليها الدور، الحته اللي بعديها، وهي ايه؟ فك الديترمن برضو، بس احنا هنشتغل على الديترمن 3 باي 3. هنا احنا بنتكلم على الديترمن يا جماعه كلها لازم تكون سكوير ماتريكس، يعني 2 باي 2 او 3 باي 3. انا بقى لو عندي واحده 3 باي 3 زي دي مثلا 2 1 5 3 2 1 5 0 مثلا ايه 4 مثلا اي حاجه. عايز افك الديترمن دي اعمل ايه؟ نركز بقى شويه عشان دي فيها ايه؟ دوخه شويه. اول حاجه بعمل ايه؟ بقول الاولانيه دي هتكون بنفس الساين، لو هي بوزيتيف تفضل بوزيتيف، لو هي نيجاتيف تفضل نيجاتيف. والثيرد برضه الكولم ده بيكون نفس الساين، اللي في النص بس بعمله تشينج للساين. يعني لو 1 ده بوزيتيف هخليه نيجاتيف، لو نيجاتيف هخليه بوزيتيف، بعمل تشينج اللي في النص. ماشي كلام جميل. يلا اول حاجه نعمل ايه؟ هاخد ال2 اللي هي موجوده في اول رو في اول كولم، واعمل ايه؟ هكنسل الرو وكنسل الكولم بتاعها، واخد الايه البوكس اللي اتبقى عندك، الديترمن اللي اتبقى اللي عندك اللي هو السكوير 2 باي 2. يعني اتبقى ال2 وال0 وال1 وال4 بس خلاص. يبقى انا عملت ايه دلوقتي؟ خدت ال2 حطيتها، لغيت الرو ولغيت الكولم وكتبت الباقي، كنسلت الرو وكنسلت الكولم،
اتبقى مين؟ 2014. شكرا. بعدين الستيب اللي بعديها نفس الكلام، هاخد ايه؟ هاخد النمبر ده بقى بالنيجاتيف، اغير الساين، هو بوزيتيف 1 اخليها نيجاتيف 1. ونفس الكلام هكنسل الرو بالكولم بتاعه، يعني اكنسل الرو ده كده واكنسل الكولم بتاعه كل ده كده. لما كنسل الرو بالكولم هيتبقى هنا 3 و5 1 و4، اروح كاتب 3 و اروح كاتب 3 و5 1 و4، ادي 3 وادي ال5 ادي ال1 وادي ال4. يبقى كنسلت الرو والكولم وكتبت الباقي 3 و5 1 و4. بعدين بوزيتيف 5، هات البوزيتيف 5 وتعال نشوف الديترمين اللي باقي. شيل ده بس كده وشيل ده كده. يلا امسك ال5 اكنسل الرو بتاع ال5 واكنسل الكولم بتاع ال5. فما تكنسل الرو والكولم يتبقى مين؟ يتبقى 3 2 5 0، يتبقى 3 وهنا 2 وهنا 5 وهنا ايه 0. بس كده خلاص. حلو. يبقى انت بتاخد ايه؟ بتاخد النمبر من فوق وتلغي الرو والكولم بتاعه زي ما انتم شايفين كده. يلا ال2 اسيبها واعمل بقى ايه؟ اتخلص من الماتريكس ده. اعملها ازاي يعني؟ زي ما كنا بنحلها فوق، بتعمل كروس عادي. يعني 2 باي 4 8 ماينس 1 باي 0 0 ماينس ال1 تايم، سيبك من ال1 ده، ال1 كده كده ملوش لازمه. فك البراكت يلا، فك الديترمن قصدي. 3 باي 4 12، نركز قوي يا جماعه، ماينس 5 باي 1 5 ماشي بلس 5 تايم. نفك الديترمن ده 3 باي 0 0 ماينس 2 باي 5 كام؟ 10. بس كل دي مره واحده على الكالكليتر، حطها كلها كده مره واحده على الكالكليتر بالبراكت. او ده مثلا يطلع معاك 8 2 باي 8 16 ماينس 2 12 ماينس 5 يطلع معاك 7، يبقى نيجاتيف 7 بلس 5 تايم ده يطلع معاك نيجاتيف 10، 5 باي نيجاتيف 10 نيجاتيف 50. واعمل بقى ده كله على الكالكليتر شوف هيطلع معاك بكام. يطلع معاك نيجاتيف 75، 16 ماينس 75 يطلع معاك كام؟ نيجاتيف 49، او عامل على الكالكليتر يعني. ماشي كده احنا خدنا ازاي بنفك الديترمن اللي هي 3 باي 3. تعال نحل واحده كمان، تعال نحل واحده كمان. تعال نحل اكزامبل 6 اهو، مديني الديترمن اهو، بيقول لك find the value of الديترمن ده. يلا تعال نحل دي 7 اهي. يلا معايا. يلا اول حاجه اعمل ايه؟ المستر قال احنا بناخد ده بنسيب الساين بتاعته زي ما هو 6، ده بنغيره الساين. يعني لو هو كان نيجاتيف يبقى احنا هنخليها ايه؟ هنخليها بوزيتيف. طب وده؟ لا ده زي ما هو ب 3 بوزيتيف زي ما هو. يبقى الاول الفيرست والثيرد زي ما هو بنفس الساين. ركز عشان انت هتحل واحده دلوقتي حالا لوحدكم. طيب فسيب ال6 وال3 زي ما هي، غير الساين في النص بس. يلا ابتدي اول حاجه اقول له 6 والغي الرو والكولم بتاعها. يلا كنسل لي الرو ده كده كله وكنسل لي الكولم ده كده كله. لما كنسل الرو بتاع ال6 والكولم بتاع ال6 تبقى مين؟ 1 5 4 8، ادي 1 5 4 8. شكرا يا عم. بعدين امسك بقى النيجاتيف 2. خلاص بقى يا مصر، احنا قلنا ما بقتش نيجاتيف 2، بقت بوزيتيف 2. احنا قلنا بنغير الساين بتاعتها فخليناها بوزيتيف 2. ماشي. بعدين حط ديترمن. يلا هكنسل الرو بتاع ال2 وكنسل الكولم بتاع ال2. لما كنسل الرو والكولم بتاع دول بقى مين؟ 0 نيجاتيف 3 4 8. 0 نيجاتيف 3 وهنا في 4 وهنا في 8. ماشي. نركز يا جماعه. شلت بقى خلاص كده شكرا. يلا ايه تاني؟ بعد كده اخد ال3 بقى زي ما هي اهي، بلس يا عم 3 زي ما هي اهي وادي اهو. يلا كنسل الرو بتاع ال3 وكنسل الكولم بتاع ال3. ماشي. هيبقى مين؟ 0 نيجاتيف 3 0 نيجاتيف 3 1 5 اهو. بعدين ابدا بقى اعمل ايه؟ ابدا افك كل واحده. ال6 تايم فك يلا ده 1 اعمل كروس. يلا 1 باي 8 8 ماينس 4 باي 5 20 بلس ال2 زي ما هي. يلا بينا 0 باي 8 ب0 ماينس 3 نيجاتيف 3 باي 4 بنيجاتيف 12 مع الماينس تبقى بوزيتيف 12. ركزي. بلس 3 افتح براكت اعمل كروس. يلا
0 باي 5 معايا 0 باي 5 0 ماينس 1 باي نيجاتيف 3 بنيجاتيف 3 مع النيجاتيف يبقى بوزيتيف 3. وحط لي كل دي على الكالكيتر بالايه بالبراكت بتاعتها بكل حاجتها، تطلع الاجابه معاك في الاخر بنيجاتيف مين؟ نيجاتيف 39. ماشي يا جماعه، بس كده. دي كده ازاي بفك الديترمن اللي فيها 3 اللي فيها 3 باي 3. تعال نحل يلا واحده مع بعضيكوا كده، تحل واحده لوحدك عشان نشوف الدنيا، نرجع نكمل تاني. يلا الكلاس وورد اكسرسايز 3. يلا حل واحده. اول حاجه عندي هنا عشان اجيب الديترمن دي قلنا بنمسك ايه؟ تشيك معايا كده، بحط ال1 زي ما هو كده وبعمل الديترمن، بكنسل الرو ده وكنسل الكولم ده، يتبقى البوكس اللي في النص ده 4 و7 و4 و8. ادي 4 و7 و4 و8. ماشي، بعد كده احط ماينس، ده 2 ده بوزيتيف فانا احط ماينس 2. انا باكد عليكم لو ده كان نيجاتيف 2 كنت اخليها بوزيتيف 2، لو ده بوزيتيف اهو خليتها نيجاتيف اهي. نيجاتيف او ماينس سميها زي ما تسميها يعني. اللي بعديها كنسل بقى اللي في النص دوت، وكنسل الرو بتاعها والكولم بتاعها، فيتبقى على الجنبين نيجاتيف 1 0 4 و8. نيجاتيف 1 0 و4 و8. بعدين شيل سيب ال 3 زي ما هي، كنسل الرو وكنسل الكولم، اتبقى البوكس اللي في النص نيجاتيف 1 و4 و07. نيجاتيف 1 4 07. يلا بينا نفك كده، يلا بينا. ال1 سيبك منه اصلا ملوش لازمه، ال1 طيب اي حاجه يفضل زي ما هو فمالهاش لازمه. اعمل يلا كروس 4 باي 8 32 ماينس 4 باي 7 28 ماينس ال 2 خليها بره. وتعال نفك ده، نيجاتيف 1 باي 8 بنيجاتيف 8 ماينس 4 باي 0 0 بلس 3 اوبن براكت ها. يلا نيجاتيف 1 باي 7 بنيجاتيف 7 ماينس 4 باي 0 0. كالكده بقى حط دي كلها على الكالكوليتر شوف تطلع معاكي كام. ممكن احطها كده على الكالكوليتر او ممكن احسبها انا كده، دي تطلع معاكي دي 4 مثلا. تطلع معاكي 4 ماينس دي تبقى بوزيتيف تبقى 8 16 بلس 3 باي 7 نيجاتيف 21 ويطلع معاكي النيجاتيف 1 في الاخر. بس شوف بقى المستيك عندك كان فين؟ متهيألي حد كان غلطان في النيجاتيف 21 دي متهيألي. بس كده. البارت الثاني هو sum of properties of determine، وده الجزء الجديد علينا يعني، ده الجزء البارت الجديد اللي اتضاف. ماشي، اللي اتضاف معانا في الترم ده. عندي كام بروبرتي؟ عندي 4 بروبرتي. اول بروبرتي عندي اللي هي ايه؟ ان انت لو عندك اي ديترمن عملتها ترانسبوز، فاكرين تي دي اللي هي ترانسبوز يعني قلبت الرو بقى كولم والكولم يبقى رو، لو فكيته ما يطلع هو. يعني مثلا انت عندك الايه مثلا 7 2 3 1. تعال نفك دي كده. يلا اعمل 1 باي 7 7 ماينس 2 باي 3 6. 7 ماينس 6 كام؟ 1. طب ما تيجي نعمل لها ترانسبوزد. يعني ايه ترانسبوز؟ يعني تلفيها الرو يبقى كولم والكولم يبقى رو. يعني بدل ما كانت 7 و2 كده هتبقى 7 و2 كده، بدل ما كانت 3 1 كده هتبقى 3 1 كده. يلا فك بقى الديترمنت دي. 7 باي 1 7 ماينس 3 باي 2 6. ايه ده؟ طلعت برضو معانا 1. فالبروبرتي بتقول لك ايه؟ لو انت عملت ديترمن للايه، هي ديترمن للايه ترانسبوزد، هي ديترمن للايه ترانسبوزد. دي بروبرتي نمبر 1. ماشي يا جماعه. تعال نشوف بروبرتي نمبر 2 بتقول ايه. قال لي بروبرتي نمبر 2 بتقول ان انا عادي ممكن لو انا كان عملت ايه، اي في بروبرتي يطلع معاك الفاليو بتاعتها زيرو. امتى البروبرتي الفاليو بتاعتها بزيرو؟ انا في تو كيسز بيطلع لك البروبرتي زيرو. لو لقيت اي رو بزيرو يعني 0 0 0 خلاص دي اجابتها وانت مغمض بزيرو، او كولم كامل بزيرو يعني ده كولم كامل بزيرو او رو كامل بزيرو كده، يبقى دي اجابتها بزيرو. ايوه. يبقى امتى الديترمنت تطلع بزيرو؟ نمبر 1 لما تلاقي الرو كامل بزيرو او كولم كامل بزيرو. رو كامل بزيرو او كولم كامل بزيرو. ماشي. نمبر 2 امتى الديترمنت يا عم تطلع لي زيرو تاني؟ قال لك لو لقيت 2 رو كومن او سيم و2 كولم سيم. يعني مثلا لو لقيت رو هنا مثلا انا بسملها 2 5 3، لقيت رو كمان 2 5 3 وهنا مثلا 1 2 5. ايه ده ده في واحد كامل شبه واحد كامل، خلاص يبقى دي ايكوال زيرو خلاص.
كذلك برضو الكولم، لو لقيت مثلا 1 5 7 وهنا 2 3 4 وهنا 1 5 7 برضو، ده اتنين زي بعض، لا يبقى خلاص بزيرو. يبقى امتى، يبقى بروبرتي نمبر 2 بتقول لك امتى الديترمين يطلع بزيرو؟ لو لقيت رو كامل او كولم كامل بزيرو، او اتنين رو او اتنين كولم شبه بعض بالظبط، يبقى الانسر بتاعتها تطلع معاك بايه؟ بزيرو. في مشكله يا جماعه في الاثنين دول؟ تعال نشوف بروبرتي 3 و4. بروبرتي نمبر 3 وبروبرتي نمبر 4 بتتكلم عن ايه؟ بروبرتي نمبر 3 بتتكلم على الكومن فاكتور. الكومن فاكتور ان انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اخد كومن فاكتور من الديترمن عادي خالص. يعني مثلا بص كده، ديترمن زي دي 3 مثلا 5 2 وهنا مثلا 12 10. بروبرتي 2 دي ممكن افكها انا، اخد الزيرو والغي الرو والكولوم وافكها عادي، واخد الزيرو بس خلاص، ما هو زيرو تايم اي حاجه بزيرو، وزيرو تايم خلاص، فعشان كده تطلع اجابتها بزيرو، مش محتاج افكها يعني. ودي برضو ممكن افكها عادي زي ما احنا لسه فاكرين قبل كده، اخد التو والغي الرو والكولم واحلها، اخد الفايف بالنيجاتيف والغي الرو والكامل واحلها، واخد الثري والغي الرو والكامل واحلها، تطلع الاجابه في الاخر خالص بزيرو. طب وانا ليه بقى؟ ما انا معايا بروبرتي دي بتوفر عليا الحل. لا المحل دي كلها بص كده اهي 2 7 5 و2 7 5، خلاص اتنين شبه بعض يبقى بزيرو، خلاص لسه افك ده كله ليه يعني؟ 1 8 3 1 8 3 خلاص بزيرو، خلاص خلصانه، لسه افك دي كلها. البروبرتي اللي بعديها بتتكلم قلنا على الكومن فاكتور. يعني ايه كومن فاكتور؟ يعني مثلا هنا لو انا قلت ايه، لو انا قلت مثلا كده اهو، سؤال كده بقى، هل هنا في كومن فاكتور؟ قال لي يا مستر لو انت ركزت شويه هتلاقي الرول اللي في النص ده في عنده كومن فاكتور. ايه الكومن فاكتور بتاعه؟ كلهم في تيبل 2، كلهم في تيبل 2، فاخد ال 2 بره اهو، ال 3 وال 5 وال 2 مالكش دعوه بيهم، ال 1 وال 2 وال 5 ماليش دعوه بيهم، انا من النص ده كده، من النص ده الرول في النص ده هاخد ال 2 كومن فاكتور، فهعمل كله ديفايدد 2. 12 ديفايدد 2 كام؟ 6. 10 ديفايدد 2 كام؟ 5. 8 ديفايدد 2 كام؟ 4. بس كده خلاص. يبقى الفكره ان انا ممكن ابص لو هنا في كومن فاكتور هياخد. واحد يقول لي طب ليه يا مستر ما خدناش كومن فاكتور من ده؟ ملوش يا حبيبي، فين الكومن فاكتور دي؟ هل في كلهم في تيبل معين؟ لا، فخلاص. برضه ال1 وال2 وال5 هل في تيبل معين؟ لا. كمان انا ممكن ابص على الكولم، لو هنا في الكولم في نفس التيبل خلاص هاخدها. زي مثلا بص الاكزامبل ده، بص الاكزامبل ده يا جماعه، بصوا مثلا اهو، مثلا 3 و6 و12 1 5 2 3 4 مثلا ايه 0 مثلا، يلا ها. هل في كومن فاكتور؟ تقول لي يا مستر في. فين يا حبيبي؟ مفيش كومن فاكتور. يعني بص هنا مفيش كومن فاكتور، واحد يقول لي 3 بس هنا مفيش 3، فمفيش كومن فاكتور في ده، ولا في كومن فاكتور في ده. يعني مفيش تيبل 2 هنا، يعني 5 مش في تيبل 2. واحد يقول لي في خلي دي مثلا ايه، خلي دي خليها 7 مثلا. واحد يقول لي مفيش برضه كومن فاكتور من بين ال 12 وال 7 وال 6، خلاص بص على الكولم، برضه بص على الكولم، ال 3 وال 4 وال 6 مفيش كومن فاكتور، ال 1 وال 5 7 مفيش كومن فاكتور. اما ده بقى عنده كومن فاكتور، بص كده 3 و6 و12 كلهم في تيبل 3، فاخد ال 3 بره. ينفع يكون في اكتر من كومن فاكتور عادي. ماشي. فخدت هتاخدي واحد كومن فاكتور وتشوفي الاجابه الباقيه، ولما تخلصي تشوفي لو في كومن فاكتور تاني تاخديه تاني. ممكن اكتب لك واحده مفيش مشكله. فانا عندي ال 3 وال 6 وال 12 في تيبل 3، خدنا ال 3 اتبقى 1، 6 ديفايد 3 اللي خدناها ايكوال 2، وال 12 ديفايد 3 اللي خدناها يطلع معاكي 6. طب ودول ينزلوا زي ما هو مفيش كومن فاكتور، دول ينزلوا زي ما هو مفيش كومن فاكتور عادي خالص. ماشي. ممكن بقى سؤال بتاع رودينا، بتقول يا مستر هو ممكن يكون في كذا كومن فاكتور؟ بص الاكزامبل ده 3 6 12 1 5 7، لا خليه 1 5 2 وال 3 4 6. تعال نفك دي. انا عايز اعرف هل في كومن فاكتور ولا لا، هل في كومن فاكتور ولا لا.
لقينا مثلا زي ما احنا لسه قايلين من شويه، هنا في تيبل 3 لسه حاليا من شويه، خدنا تيبل 3 عادي خالص، طلعت 1 و2 وطلعت معاك 6، ده نزلناه زي ما هو 1 و5 و2، وده نزلناه زي ما هو 3 و4 و6. بس بقى هنا بقى السؤال بتاع هل ممكن الاقي فيه كمان فاكتور؟ 6 و2 و6. ايه ده برضه في كمان فاكتور تاني تيبل 2. فاخد ال2 كمان فاكتور تاني. طب يا مستر ما انت معاك 3 بره، مع ال2 اللي خدناها اعمليهم تايم بعض فتبقى 2 باي 3 6. فتبقى 6 بره، 6 بره، واعملي بقى ديفايد 2 عادي. ايه ده هي 6 دي جت منين يا مستر؟ مش انت قلت هتاخد كومن فاكتور 2؟ ما انا كان معايا 3 بره، ف 2 باي 3 6 بقى. ماشي خلاص، فهنا تاخد تيبل 2 كومن فاكتور، 6 ديفايد 2 يطلع معاك 3، وال2 ديفايد 2 خلاص 1، وال6 ديفايد 2 كمان 3. بس ودول ينزلوا زي ما هو 1 1 و3 زي ما هي، 2 و5 و4 زي ما هي، خلصت مفيش كومن فاكتور تاني خالص. ممكن الاقي كومن فاكتور. طب دي مثلا هو انا لازم اعملها؟ لا طبعا. يعني اصلا لو جت لي مساله زي كده انا هعرف افكها، هاخد ال3 واشيل الرو والكولوم وافكها. بس امتى انا بديك ده ليه؟ عشان لو جات لك واحده في اللي تشوز، لو جات لك واحده زي كده وهو واخدها كومن فاكتور مره 2 مره 3 مره 6 مره، فتعرف تاخدها وتحلها في اللي تشوز. ماشي، ده قصه الكومن فاكتور. يبقى تعالى نرجعه من الاول خالص. احنا خدنا بروبرتي نمبر 1، قلنا لو انا عندي ايه وعملت لها ترانسبوز لفتها تطلع ايكوال زي ما هي. بروبرتي نمبر 2 قلنا امتى يطلع معاك زيرو؟ لو في رو كامل بزيرو او كولم كامل بزيرو، او في اثنين متكررين، اثنين رو زي بعض او اثنين كولم زي بعض. بروبرتي نمبر 3 اللي احنا لسه متكلمين عليها من شويه، ايه هو الكومن فاكتور ممكن اخدهم يا اما من رو لا اما من كولم لا اما من الاثنين عادي على حسب الرقم اللي عندي. اخر بروبرتي اللي هي بروبرتي نمبر 4 قال لك ان انا ممكن ابدل ما بين الرو والكولم، بس تغير الساين تخليها نيجاتيف. يعني ايه؟ يعني بصي، شايفه ده 3 6 5 ده كان في النص، قعدناه في الاخر، وجبنا مكانه ده 1 و2 و3 اللي كان في الاخر قعدناه في النص. ايه ده يا مستر؟ انت كده عملت سويتش ما بين الرو والكولم والكولم والرو. خلاص يبقى تحط نيجاتيف بره. يبقى انا لو بدلت مكان الرو والكولم لازم تغير الساين اللي بره تخليها نيجاتيف بره. ماشي، دي برضو بروبرتي نمبر 4. طيب تعال نشوف بقى كده حاجه مهمه جدا، وهي ايه؟ في نوتس كويس جدا هتساعدني في حاجات كتير اسمها تراينجل ماتريكس. طيب مساله زي دي يا جماعه بصوا كده، عكس المساله زي دي 2 1 7 اللي هي دي هحلها هنا في الجنب اهي، مثلا 2 و0 و0 و1 ونيجاتيف 4 و0 و7 ونيجاتيف 2 و3. نركز قوي فيها، تعال نحلها مع بعض. يلا نعمل لها مالتبلاي ماتريكس. يلا كنا بنعمل ايه يا مستر؟ كنا بناخد ال 2 دي زي ما هي اهي، واعمل الديترمن قص. يلا شيل الرو بالكولم، هيتبقى اللي في النص ده نيجاتيف 4 0 2 3 نيجاتيف 4 0 نيجاتيف 2 3. ال1 ده بوزيتيف قلنا بنخليه نيجاتيف 1. ويلا اعمل يلا ديترمن جديد. ها، شيل الرو اللي في النص وشيل الكولم، يبقى اللي جبناه 0 0 ونيجاتيف 2 3 0 0 ونيجاتيف 2 3 بلس ال 7 تايمز. يلا الغي الرو بتاع ال7 والغي الكولم بتاع ال7، يبقى 0 0 4 او 0 0 نيجاتيف 4 0. تعال نفك بقى 2 تايم، تعال نفك كده كده. في نيجاتيف 4 باي 3 بالنيجاتيف 12، و0 باي نيجاتيف 3 ب 0 ماينس 0 ماينس ال1 سيبك منه ملوش لازمه. 0 باي 3 0 ونيجاتيف 2 باي 0 0، يعني كل ده بزيرو اصلا، خلاص قشطه كلها بزيرو. بلس 7 تايم 0 باي 0 0 ماينس 0 باي نيجاتيف، ايه ده 0 برضه 0. يبقى كل ده 0 وده 0، اتبقى كام؟ اتبقى 2 باي نيجاتيف 12 نيجاتيف 24 بس. ماشي، بص بقى، كله معايا في الحته اللي هقولها دي. لو لقيتي زيروهات شبه التراينجل دي 0 0 0، لو وصلتيهم تحس ان هو عامل اكنه تراينجل، ثلاث زيروهات في الكورنر كده. قال لي ده بنسميه تراينجل ايه؟ تراينجل ماتريكس. او التراينجل ماتريكس دي بقى قال لك بنفكها ازاي؟ بدل ما افك اللي بص عملت ايه، بص السبس قد ايه، بدل كل ده اعملي الدايجونال دول تايم بعض وخلاص. اعمل ايه؟ الدايجونال بس تايم بعض، يعني كل اللي هتعمليه هتعملي 2
باي نيجاتيف 4 باي 3 ده باي ده باي ده بس تطلع معاك نيجاتيف 24. يا نهار ابيض يا مستر، ده بص احنا عملناها نيجاتيف 24 بس بص قعدنا ستيبس قد ايه. فالنوتس دي بقى والحاجات اللي بقول لك او البروبرتي اللي بقول لك دي بتوفر عليك كتير قوي. انت لو لقيت ثلاث زيروهات في كورنر كده عاملين زي تراينجل ماتريكس يبقى على طول اجابتها على طول بتاخد الدياجونال دول تايم بعض. ماشي بس كده خلصت. دي حته اسمها ايه؟ التراينجل او نسميها تراينجل ماتريكس. لو احنا لاحظنا دي بقى النوتس دي هتخليكي بس كده ايه تسرعي الاجابه بقى ما اعمل الستبس ده كلها. لا يا مستر انا خدت بالي ان ده تراينجل ماتريكس اهو، خلاص يبقى اعملي الدايجونال داتا من بعض يعني 3 باي 4 باي 1 بس طلع ب 12. طب يا مستر برضه انا خدت بالي ان في تراينجل ماتريكس اهو بس ده موجود في الكورنر اللي فوق، خلاص اعملي الدايجونال من بعض يعني 1 باي 4 باي 6 بس خلي بالك انت واخده الدايجونال بالعكس فحطي نيجاتيف. يبقى لو دايجونال طبيعي هنا سيبها زي ما هي بوزيتيف عادي، لو الدايجونال بالعكس 1 باي 4 باي 6 حطي نيجاتيف بره البراكت خالص. ماشي. فالفكره كلها يا جماعه ان البروبرتيز اللي احنا قلناها فوق او النوتس اللي قلناها دي هتسهل عليك كتير. يعني مثلا واحده زي دي ممكن حد يروح عامل ايه بقى يمسك الثري يفك ده ويفك ده ويعملها ويمسك يفك عادي تاخد منه وقت كتير. في واحد تاني شاطر جدا خد باله ان في رو كامل على بعضه زيرو، قال لي خلاص يا مستر من غير ما اعمل كل ده اجابتها بزيرو خلاص. انت قلت لنا في بروبرتي قبل كده في بروبرتي 2 ان لو لقيت في رو زيرو كامل او كولوم زيرو كامل خلاص الاجابه تطلع بزيرو مش محتاج افك كل اللي دي كلها. ماشي يا جماعه. طيب تعال نشوف بقى على نخش على حته حاجه ثانيه وهي حته الايه الاريا بتاعت التراينجل وحته الكولينير. برضو نوتس مهمه جدا جدا وبيطلبها منك في الامتحان يقول لك find the area of the triangle او يقول لك بروف ان دول كولينير. بص معايا صلي على النبي كده وبص معايا. لو انا عندي تراينجل مثلا كده يا جماعه الاي والبي والسي، معاك الاي برقم معين 2 و3 مثلا، والبي برقم معين 3 و5، والسي برقم معين مثلا 2 و4 مثلا. يقول لك انا عايز اجيب الاريا بتاع التراينجل ده باستخدام ايه؟ باستخدام الديترمنت. ايه ده يا مستر؟ اريا بتاع التراينجل ده جيومتري والكلام ده هاف تايم بيستم هايت. ايه اللي دخله في الديترمنت؟ قال لك هو اخترعوا قانون من قانون الديترمنت ممكن اجيب منه الاريا بتاع التراينجل. بنعمل ايه؟ قال لك بكل سهوله كده بتقول لي الاريا بتاع التراينجل ايكوال مش المفروض هاف تايم بيستم هايت؟ قال لي قال لي هناخد الهاف بس تايم الديترمنت. ركز قوي في دي. بتعمل ايه؟ انت عايز الاريا بتاع التراينجل مين؟ اي بي سي ماشي. فين الاي؟ ب 2 و 3 احط لي 2 هنا وال3 في النص. اللي بكام؟ 3 و5 احط لي ال 3 هنا وال5 هنا في النص. السي بكام؟ ب 2 و4 نحط 2 هنا وال4 هنا. والكولوم الاخير 1 1 1 1 1 1. بس كده فك عادي بقى خالص. فك عادي خالص وفي الاخر اعمله تايم هاف. يعني اعمل ايه؟ يعني بص كده على جنب تاني الرصه دي تاني فيها مشكله. الرصه دي يا جماعه الرصه فيها مشكله. انا عملت ايه؟ عملت ال2 وال3 ال2 وال3 بتوع الايه حطيتهم هنا، والبي 3 و5 حطيت 3 و5 جنبها، والسي 2 و4 حطيت 2 و4 جنبها، وده 1 1 1 والهاف بره يبقى هاف تايم. الثابت في المساله الهاف، هنسيب الهاف زي ما هي بره وتفك الديترمن عادي خالص. يعني اعمل ايه؟ شوف انت خدنا فك الديترمن ازاي. خدنا ال2 اهو تايم الغي الرو والكولم اهو الغي الرو والكولم. هنلغي الرو بتاع الكولم الرو 2 والكولم بقى 5 4 1 1 اهو 5 4 1 1. ال 3 قلنا هنخليها نيجاتيف يبقى نيجاتيف 3. بنحل عادي بقى خالص. الغي الرو والغي الكولم يبقى 3 2 1 1 3 2 1 1. بعد كده بلس 1 تايم الديترمنت بتاعتها اللي هي ايه بقى؟ الغي الرو بتاع ال1 والغي الكولم بتاع ال1 الغي ده والغي ده يتبقى 3 2 5 4 3 2 5 4. يلا بينا هنفك ده بقى. ما تنسيش برضو ان في هاف بره ما تنساهوش تايم. تعالى من بقى ايه 2 تايم البراكت ده كله بقى الفك ده. يلا 5 باي 1 5 ماينس 4 باي 1 4 ماينس 3 تايم. يلا 3 باي 1 3 ماينس 1 باي 2 2 بلس 3 باي 1 بره 3 باي 4 12
minus 2 by 5 10. ممكن بقى اعمل ايه؟ اعملها على الكالكوليتر كلها زي ما هي بالظبط. يعني اعمل هاف تايم وافتح براكت كبير جواه 2 تايم براكت صغير واعملها عادي خالص، او سيب برضو الهاف وتعالى نشغل دماغنا كده مع بعض. 5 minus ال 4 1، 2 by 1 2. ماشي. 3 minus ال 2 1، نيجاتيف 3 by 1 بنيجاتيف 3. ماشي. 12 minus ال 10 كام؟ 2 اهي. اعمل دول بلس 2 minus 3 نيجاتيف 1 بلس ال 2 نيجاتيف 1 بلس ال 2 يطلع 1. يطلع نيجاتيف، يطلع 1، يطلع 1. هاف تايم 1 بايه؟ هاف تايم 1 بهاف. هاف تايم 1 بهاف. بس يبقى الاجابه طلعت معايا في الاخر الاريا بتاعت التراينجل طلعت معانا بهاف. بس فعلى حسب المساله بتطلع عامله ازاي. ماشي. تعال نشوف واحده كمان اهو. بيقول لك find the area of the triangle اهو. انا هرص لكم الرصه دي وخلاص. الاريا بتاعت التراينجل دي ايه؟ قلنا هاف تايم. تعال نكتب الديترمنت كده يلا. اولا الاكس هي مدالي بكام وكام؟ 3 و4. قلنا مستر قال حط ال 3 هنا و4 هنا، ركزي معايا هنا. الواي بكام؟ ب 0 و6 يا لوجي، يبقى 0 هنا و6 هنا. الزد بكام؟ ب 5 ونيجاتيف 2، ادي 5 وادي نيجاتيف 2. وهنا بحط ايه؟ ها شاطره 1 1 1 في هاف بره. بس هتسيب الهاف وتفك بقى الفكه بتاعتنا عادي خالص زي ما احنا لسه عاملين. بقول لك ايه، واحنا لسه في دماغنا كده المساله، هاتي لي اكزامبل 5 اكسرسايز 5 في الكلاس ورك. حلي لوحدك اهو. find the area of the triangle. يلا رصيها وفكيها ووريها لي اهو. عايز اجيب الاريا بتاع التراينجل ده. الاريا بتاع التراينجل ايكوال ايه؟ قلنا هاف وافتح كده ايه ديترمن ورص فيه 1 1 1 2 قصدي، و3 ونيجاتيف و3 ونيجاتيف 4 ونيجاتيف 2 و3 نيجاتيف 2 و3. وفي الاخر بحط ايه؟ بحط ايه في الاخر؟ 1 1 1. رحت عامل 1 1 1 ايكوال. يلا اول حاجه الهاف هسيبها زي ما هي وافتح براكت كبير اهو. هاف تايم. سيب بقى من الهاف ده، تسميك منه خالص دلوقتي. يلا تعال نفكها واحده واحده كده. همسك ال1 ده تايم مين؟ الغي الرو والغي الكولم، يبقى 1 تايم الديترمن بقى بتاع الغي الرو والكولم بتاع ال1 يبقى نيجاتيف 4 3 1 1. نيجاتيف 4 3 1 1. شوف بقى انت عملت صح ولا غلط. ال2 دي قلنا بنخليها نيجاتيف فتبقى نيجاتيف 2. الغي الرو والكولم يبقى 3 نيجاتيف 2 1 1. 3 نيجاتيف 2 1 1. بعد كده بلس 1. الغي الرو والكولم بتاعها يبقى 3 نيجاتيف 2 نيجاتيف 4 نيجاتيف 4 وايه و3. بس في برضو الهاف بره تايم براكت كبير وتعال فوق يلا. 1 سيك منه ملوش لازمه. نيجاتيف 4 باي 1 بنيجاتيف 4 ماينس مع المقص 1 باي 3 كام؟ 3. ماشي ماينس 2 براكت اعملي كروس 3 باي 1 3 ماينس 1 باي نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 مع النيجاتيف يبقى بوزيتيف 2. ماشي بلس اعملي كروس كل واحد بقى يشوف الغلطه بتاعتها فين. 3 باي 3 9 ماينس نيجاتيف 2 باي نيجاتيف 4 بنيجاتيف نيجاتيف 2 باي نيجاتيف 4 نيجاتيف 8 مع البوزيتيف يبقى بوزيتيف 8 لان هي المفروض نيجاتيف 8. 2 باي 4 نيجاتيف 8. لا ثواني كده ثواني. لا تاني صح بقى. الله. ماينس 3. ماشي مظبوط مظبوط. 9 3 باي 3 9 ماينس نيجاتيف 2 باي نيجاتيف 4 ب 8. بس كده. ادي الهاف تايم. ممكن احطها كلها على الكالكليتر او ممكن اعمل كل براكت لوحده. البراكت ده لوحده نيجاتيف 7. البراكت ده لوحده يطلع معاكي 3 و2 5 ونيجاتيف 2 باي 5 بنيجاتيف 10 بلس البراكت ده لوحده يطلع لي مين؟ 9 ماينس 8 1. ماشي. نيجاتيف 7 ماينس ال 10 بنيجاتيف 17 بلس 1 نيجاتيف 16. هاف بقى تايم نيجاتيف 16 بنيجاتيف 8. يعني الاريا بتاعتنا ب 8. يعني الاريا بكام؟ ب 8. بس كده. كل طبعا انا عندي هنا البوينت مديها لي A بكذا والبي بكذا والسي بكذا، وعايز يثبت ان هم ايه كولينير. في واحده في عند كنزي كانت بتقول مستر انا ممكن اعملها بالسلاب عادي. طبعا ممكن تعملها بالسلاب عادي عادي. ممكن اجيبها كمان بقانون الديستانس.
كنا بنعملها زمان في براب 3 بقانون الديستنس، ليها حل برضو بايه؟ بقانون اللي هو الايه، الرول بتاع الاسلام. بس احنا طبعا عندنا في سكندري 1 عايزين نطبقها بالدرس بتاعنا اللي هو الديترمن. قال لي عادي خالص تيجي بالديترمن برضو. ازاي؟ قال انت لو جبت الديترمن بتاع البوينتس دي كلها زي بتاع التراينجل بالظبط، يعني ده الكولينير زيه زي الاريا بتاع التراينجل بالظبط بس من غير هاف، بس هو ده الفرق. يعني نفس الستبس نفس كل حاجه. يعني بصي لما اجي اقول لك مثلا ايه، هو عايز انت ان هو كولينير، انا هجيب الديترمن. لو طلع الديترمن بتاعه بزيرو يبقى زير فور الاي والبي والسي ار كولينير. تاني، يبقى عشان اثبت ان هم كولينير عندنا في سكندري 1 بطريقه الديترمن بعمل ايه؟ برصها زي الاريا بتاع التراينجل بالظبط بس من غير هاف، واشوف لو الفكه بتاعته بزيرو يبقى هم فعلا ايه؟ هم فعلا كولينير. يعني تقصد ايه يا مستر؟ يعني اقول لك اقصد ايه. يعني انت عندك مثلا ايه بكام وكام؟ 2 5 هتحط ال 2 وال 5. البي بكام؟ ب 4 و9 هتحط ال 4 وال 9. السي بنيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 ادي النيجاتيف 1 ونيجاتيف 1. والكولم الاخير ها 1 1 1. بس قلت لك اهو مش ده عامل زي تراينج، بس في تراينج كان فيه هاف، هنا مفيش هاف بقى. ماشي، فك بقى الديترمنت ده. لو طلع فعلا اجابتها بزيرو يبقى خلاص زير فور هم ايه؟ كولينيا. تعال نفكها. هنفكها ازاي زي ما احنا متعودين؟ اهو هتاخد ال2 واعمل ديترمن، الغي الرو والكول يبقى 9 1 او 9 1 ونيجاتيف 1 و1 ماينس، ده كان بوزيتيف 5 خليها ماينس 5. يلا الغي ال 5 الرو بتاعها والكول بتاعها يبقى 4 نيجاتيف 1 1 1. 4 نيجاتيف 1 1 1 بلس هات ال1 قلنا ال1 ملوش لازمه. الغي الرو والغي الكولم يبقى 4 و9 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 4 9 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1. يلا 2 براكت 9 باي 1 9 ماينس 1 باي نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 مع النيجاتيف الموجوده او الماينس الموجوده تبقى بلس 1 ماينس 5 براكت 4 باي 1 4 ماينس 1 باي نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 مع الماينس تبقى بوزيتيف 1 نيجاتيف 1 مع ماينس بوزيتيف 1 بوزيتيف 4 باي نيجاتيف 1 نيجاتيف 4 ماينس نيجاتيف 1 باي 9 قلنا بنيجاتيف 9 مع الماينس تبقى بوزيتيف 9. بس كده كالكليتر بقى او اعملها بدماغك. 9 1 10 10 باي 2 20 ماينس 5 و 4 1 5 نيجاتيف 5 باي 5 25 يبقى نيجاتيف 25 ودول يطلع معاك بوزيتيف 5. حطها كلها كده تطلع معاك بزيرو. ايه ده الديترمنت طلع بايه؟ بزيرو. خلاص يبقى زير فور A وبي وسي ار كولينير. يبقى تاني عشان لازم تبقى كولينير بجيب الديترمنت زي التراينجل بالظبط، رص A والبي هتحط الاكس هنا والواي هنا 2 5 4 و9 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 وهنا 1 1 1 وتفك الديترمنت. لو طلع بزيرو يبقى هم كولينير، ما طلعش بزيرو يبقى نون ايه؟ نون كولينير. بس كده. في شويه ريماركس كده نخلي بالنا منها. دي احنا لسه قايلين من شويه ان الاي اللي هي الاي ترانسبوزد اللي احنا قلناها خلاص. لو انت عندك مثلا الديترمن للاي بي هي الديترمن للاي لوحدها تايم ديترمن للبي لوحدها. ده بقى مهم قوي الحته دي. وبتيجي في التشوز دي يجي يقول لك ايه؟ A is matrix of order 2 by 2 والديترمن للاي equal 3. عايز 5 ديترمن لل 5A. بص معايا بقى هعمل ايه. ال5 ده عشان اخرجه بره الديترمن قال لي بنعمل ايه؟ بنعمل له يا اما على حسب، لو الاوردر 2 باي 2 بتخرجه 5 باور 2، لو الاوردر 3 باي 3 بنخرجه 5 باور 3، لو الاوردر 4 باي 4 بنخرجه على حسب بقى. فانا عندي ال5 ده عشان يخرج بره الديترمن هيبقى 5 باور 2 تايم مين؟ ديترمن الايه. طب ليه يا مستر الكلام ده؟ هو كده عشان الرول بيقول لك ايه؟ لو انت عندك هنا ده الاوردر 2 باي 2 فخلاص فال5 اللي هتطلع بره الديترمن تبقى 5 باور 2. طب والديترمن اصلا بتاع الايه بكام؟ ب 3. ده اصلا كده ب 3. فانت عندك 5 باور 2 تايم كام؟ 3. 5 باور 2 25 باي 3 75. والكمان واحده اهو. هنا يا مستر هنعمل ايه؟ قلنا هنا عادي خالص، انت المفروض انت عندك هنا في الاوردر دي 2 باي 2 فالنيجاتيف 1 ده هتخرجها بره يبقى باور مين؟ 2. يبقى نيجاتيف 1 باور 2 تايم مين؟ ديترمن الايه. طب تعمل الايه بكام اصلا؟ ب 5 يبقى شيل ده وحط مكانه 5 يبقى نيجاتيف 1 باور 2 تايم 5. نفس الفكره بدي. مين يقول لي اعمل 4 باور كام؟
ال4 تطلع بره باور كام؟ بص الاوردر بتاعنا كام باي كام؟ 3 باي 3. فتبقى 4 باور 3 تايم ديترمين ايه. يعني يا جماعه لو الرقم ال5 ده عايز يخرج بره والديترمين الاوردر بتاعه 2 باي 2 يبقى يخرج بره 5 باور 2. لو ال4 دي عايز تطلع نطلعها بره والاوردر 3 باي 3 فتبقى 4 باور 3 تايم ديترمين الايه خلاص زي ما هي لوحدها. طب ادي 4 باور 3. طب ديترمين ال لوحدها اصلا بكام؟ ديترمين ال لوحدها بكام؟ ب 5. يبقى تعمل على كده بقى 4 باور 3 تايم 5 تطلع معاك ب 320. خلصت. في مشكله فيها؟ اظن ان المعادله دي سهله جدا جدا جدا. ديترمين قرر يقرفنا ويخترع لنا سوري قصدي كرامر قرر يقرفنا ويخترع لنا قانون جديد اجيب منه الايه، اجيب منه احل بيه التو ايكويشن، احل منه التو ايكويشن. يعني احنا مثلا عندنا في بريب 3 كنا بناخد التو ايكويشن دول ويقول لك find the solution set of the two equations. كنا بنحلهم ازاي لو انتوا فاكرين؟ كنا بنحلهم ازاي؟ ايوه صح صح، كنا بنرسم تحت بعض نحلهم اوميتنج. كنا بنحط 3x بلس 2y ايكوال 8 والاكس ماينس 3y ايكوال نيجاتيف 1 ونعمل دي مش عارف باي كام عشان نعمل باي 3 عشان اطير الاكس مع الاكس ونحلها ايه؟ اوميتنج. او سبستيوشن بودي ده هناك وفي الاخر اطلع الاكس واعوض بيها. او كنا بنريح دماغنا ونحلها على الكالكوليتر بمود 5 1. مود 5 1 وادوس 3 ايكوال 2 ايكوال 8 ايكوال وادوس 1 ايكوال نيجاتيف 3 ايكوال نيجاتيف 1 ايكوال واطلع الاجابه على طول. فاحنا الكلام ده كله كنا واخدينه في بريب 3. نسكت؟ لا. جه عم كرامر قال لك لا، انا ممكن اجيب لك احل لك التو ايكويشن دول بطريقه بتاعتي واسميها طريقه كرامر رول. يا عم كرامر عرفنا، يلا هنعمل ايه؟ قال لي بنعمل ثلاث حاجات. اول حاجه بنجيب حاجه اسمها الدلتا، وبعد كده بنجيب حاجه اسمها دلتا اكس، بعد كده بنجيب حاجه اسمها دلتا واي. ايه الدلتا دي بقى؟ نركز كده ونصلي على النبي ونركز مع بعض 5 دقايق بالظبط. الدلتا دي عباره عن ايه؟ قال بتعمل ديترمنت صغيره كده 2 باي 2 وبتاخد الاكس والواي بتاع الايكويشن الاولانيه والاكس والواي بتاع الايكويشن الثانيه. يعني هنا مثلا اكس بكام؟ ب 3 و2، حط ال 3 هنا و2 هنا. الاكس والواي الثانيه بكام وكام؟ هنا 1 وهنا نيجاتيف 3، حط ال1 هنا والنيجاتيف 3 بس. عبط اهو. يبقى خدنا ال3 وال2 اهم، خدنا ال1 اللي قدام الاكس مع النيجاتيف 3 اهي. فك بقى الديترمنت. اصحي اصحي. 3 باي نيجاتيف 3 بنيجاتيف 9 ماينس 2 باي 1 ب 2 طلعت معايا النيجاتيف 11 بس. خلاص كده احنا جبنا حاجه اسمها الدلتا. ماشي. تعال نجيب بقى الدلتا اكس. ايه الدلتا اكس ده يا مستر؟ بص يا ستي، قال لك دلتا إيه؟ انت عايز تجيب مين؟ دلتا اكس صح؟ قال لي اه. هتشيل الاكسات، ما ده طبعا الصف بتاع الاكس وده الصف بتاع الواي، ده كده الكولم بتاع الاكس ده الكولم بتاع الواي. قال لك هتشيل الاكس اللي هي 3 و1 وتحط مكانها الانسر بتاع الايكويشن. فين الانسر بتاع الايكويشن؟ 8 ونيجاتيف 1. يعني انت عايز دلتا اكس فنشيل الاكسات دوت ونحط مكانها الانسر اللي هي 8 ونيجاتيف 1. ادي 8 ونيجاتيف 1. طب ودول ينزلوا زي ما هو بقى، ال2 زي ما هي والنيجاتيف 3 زي ما هي. بس كده نزلت ال2 زي ما هي ونزلت النيجاتيف 3 زي ما هي. فك يلا. قبل ما نفك هقولها لك تاني انا عملت ايه. انا تاني تاني ما انا قلت اهو قبل ما افك هقول لك انا عملت ايه. انا عايز اجيب الدلتا اكس، فقلنا هنعمل ايه؟ هتشيل الكولم بتاع الاكس من الدلتا، شلت السي وال1 وحطيت مكانها الانسر اللي هي مين؟ اللي هي 8 ونيجاتيف 1. الانسر هنا 8 والانسر هنا نيجاتيف 1 بس. شلت الديترمن، شلت الاكس وحطيت مكانها 8 ونيجاتيف 1 بس. وافك بقى. وال2 والنيجاتيف 3 اللي هي الواي ماليش دعوه، ما جيتش جنبها نزلتها. فك يلا. 8 باي نيجاتيف 3 بنيجاتيف 24 ماينس 2 باي نيجاتيف 2 بنيجاتيف 2 باي نيجاتيف 1 بنيجاتيف 2 مع النيجاتيف يبقى بوزيتيف 2. حطيها على الكالكيتر معاك كام؟ نيجاتيف 22 بس كده تمام. يبقى دي الانسر ايه؟ دي الانسر بتاع الدلتا اكس. طب تعال نشوف الدلتا واي بقى نعمل فيها ايه. الدلتا واي نفس الكلام. نركز بس شويه في حته الدلتا واي دي. دي الدلتا الاصليه بتاعتي. كل معايا دي الدلتا الاصليه بتاعتي. انا في الاكس بالذكاء بالعقل كده، يعني نشغل العطلانه بتاعتنا كده. انا شلت الاكس وحطيت مكانها الانسر 8 ونيجاتيف 1. المره دي دلتا واي هتعمل ايه؟ اكيد هشيل الواي يا مستر اللي هي 2 ونيجاتيف 3 واحط مكانها الانسر.
واسيب ال 3 1 زي ما هي. صح. انا سبت ال 3 وال 1 المره دي، سبت الاكس وشلت الواي اللي هي 2 نيجاتيف 3 وحطيت الانسر اللي هي 8 ونيجاتيف 1 اهي 8 ونيجاتيف 1. يبقى ايه الفرق بين الاكس والواي؟ الاكس بالعقل شلت الاكس اللي هي 3 و1 وحطيت مكانها الانسر 8 ونيجاتيف 1. لما جيت جبت دلتا واي شلت الواي اللي هي 2 ونيجاتيف 3 وحطيت مكانها 8 ونيجاتيف 1 اهي، وفكيت برضه وكده ده وده وده. يلا 3 باي نيجاتيف 2 بكام؟ بنيجاتيف 3 ماينس 8 باي 1 8 طلعت كام؟ نيجاتيف 11. تعال نجيب اخر حاجه بقى. انا مش انت بتحل الايكويشن ليه؟ عشان اجيب الاكس والواي صح يا مصر، عشان اجيب الاكس والواي. عشان تجيب الاكس يا جماعه هتعمل دلتا اكس ديفايدد مين؟ الدلتا. فين دلتا اكس؟ دلتا اكس. فين دلتا اكس؟ دلتا اكس بنيجاتيف 22 ديفايدد الدلتا اللي هي ديفايدد نيجاتيف 11. يبقى النيجاتيف 22 ديفايدد نيجاتيف 11 تطلع بكام؟ تطلع ب 2. بس جبت الاكس 2. طب بالعقل كده الواي نفس اللعبه اكيد يا مصر يعني. هجيب دلتا واي اوفر واي اكيد يعني. دلتا واي بكام؟ دلتا واي لسه جايبينها بنيجاتيف 11 ديفايدد الدلتا بكام؟ ب 11 بنيجاتيف 11 برضه. نيجاتيف 11 يطلع معانا يا مستر ب 1 بس. بس كده خلاص خلصت. يبقى انا عندي خلاص جبنا الاكس طلعت ب 2 جبنا الواي ب 1. يبقى السيشن ست كام وكام؟ ابدا بالاكس 2 وايه و1. بس دي متظبطه اكس بلس الواي ايكوال 7. دي مش متظبطه، قلنا ندخل الواي دي جوه هتبقى 2 اكس ماينس الواي ايكوال 5. هننصها بس كده ونشوف يعني ايه. ممكن ما نكملش حلها يعني او نحلها بالمره. تعال نشوف هنعمل ايه في الكرامر بقى. هنا عايزين نحل التو ايكويشن دول بطريقه كرامر. الهوم ورك هيكون اكسرسايز 4. جميل ده. بكده نكون خلاص خلصنا الدرس بتاعنا اللي هو الديترمن. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. كان معاكم مستر محمد جمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبس كده، سلام.